اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد في قناة فن الوصفة والطبخ الأمومة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة محدش فينا يقدر يستغنى عنها ابدا، وهي العطور. هتعملي عطرك المفضل بمكونين اتنين بس. تكلفتهم حوالي 10 جنيه مش اكتر من كده. في حين ان احنا لما نروح نشتري ازازة عطر كده صغيرة بتعدي جامد جدا. فان شاء الله النهاردة هنعمله بطريقة كمان مركزة. رشة واحدة بس منه هتفضل معاكي يوم وكمان ممكن يومين. هتعمليها ان شاء الله بالطريقة دي وهتتعيلي. يلا بينا نبتدي بقى على طول. اول حاجة عندي ازازة كده بخاخة يعني. كانت مركونة عندي فاضية، دي ازازة اسيتون فضيتها او كانت فاضية عندي. وعندي زيت اطفال بيبي اويل. وعندي هنا العطر اللي انا بحبه، انا رحت من اي محل تركيب عطور. جبت الازازة دي الصغيرة، الازازة دي ب5 جنيه. بتحطي فيها العطر اللي انتي بتحبيه. بتكون بالشكل ده. هتجيبي بقى الازازة بتاعتك البخاخة بالشكل ده. هتحطي فيها البيبي اويل او زيت الاطفال بالكمية اللي انت حباها، عايزة تحطي كتير او قليل ده بترجع على حسب ما انت حابة. بس عشان تكوني مطمنة اكتر ممكن في البداية تعملي كمية صغيرة لو انت اول مرة تجربيها وقلقانة. بس على ضمانتي يعني اعملي من اول مرة ان شاء الله ومش هتبطلي تعمليها. بتحطي الكمية اللي انت حباها، يعني ممكن ربع الازازة كده. وهنحط كمان دلوقتي العطر اللي انتي بتحبيه بتشتريه من محل تركيب العطور. وزي ما قلتلك انتي العطر ده على حسب ما انتي حابة العطر اللي انتي بتفضليه. هتحطيه بقى على البيبي اويل او زيت الاطفال. بتحطي الكمية كلها لو انتي عايزاه مركز، ورشة منه هتفوح الدنيا جامد جدا. لو انتي عايزاه خفيف كده من بعيد لبعيد يعني هتخففيه شوية. بس انا هحط الازازة كلها عشان يعني بعملها كمان بالمرة، ورشة معايا بكفاية جدا. هحطهم على بعض وخلاص كده المكونات بتاعتي خلصت. برج الازازة جامد جدا علشان كل المكونات تتجانس كويس قوي مع بعض بالشكل ده. وهتلاقيها كمان اختلطت على طول، لانه الزيت مع العطر ده بيختلط على طول جدا، بيكونوا حاجة واحدة مع بعض. وبعد كده بقى بترشيها في الاماكن اللي لازم يكون فيها نبض، زي مثلا في الايد كده مكان ما انا هرش، او ورا الودان، او فوق عند الكوع، او الركبة في الرجلين. الاماكن اللي بيكون فيها نبض دي الاماكن اللي هيكون العطر فيها يقعد معاكي اطول فترة ممكنة. وكمان ورا الودان او عند الرقبة دي برضو اكتر منطقة العطر بيثبت فيها جامد جدا. بتحطيها بقى وبتسيبيها بقى يوم يومين، يعني ريحتك فعلا هتكون جميلة جدا جدا، خاصة لو انتي متجوزة. فالموضوع ده هيفيدك قوي قوي. يا رب يكون الفيديو عجبك، ان شاء الله هتجربي العطر ده او تصنعي العطر بتاعك بالطريقة دي، وهتنسي تماما ان انت تشتري اي عطور تاني من بره. لو الفيديو عجبك بقى متنسيش تعملي لايك وشير للفيديو. لو اول مرة تشوفينا سبسكرايب او اشتراك للقناة وتفعلي علامة الجرس بالضغط عليها علشان يجيلك كل فيديو جديد اول باول. باي باي.